أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مع درس المتباينات. هنتكلم النهاردة عن المتباينات. متباينة مطلوب إن احنا نعرف فيها الرمز اللي بالشكل ده والرمز اللي بالشكل ده وده وده. الرمز ده بنقراه إيه لما أجي أقراه؟ طبعا أنا لما هاجي أقرا المتباينة بقراها من الشمال لليمين. طيب أنا هاجي أقرا الرمز دوت، هيبقى ده أصغر من. طيب الرمز ده معناه إيه؟ أكبر من. طيب الرمز ده هو نفس ده بس زاد عليه الشرطة اللي تحت دي، معناها إيه؟ أصغر من أو يساوي. طيب ده هو نفس الرمز ده بس زاد عليه الشرطة دي، معناها أكبر من أو يساوي. يعني مثلا لما أكتب حاجة بالشكل ده، دي كده هاجي أقراها إيه؟ هقول إكس، الرمز ده معناه إيه؟ أصغر من 8. طيب لو عندي حاجة كده هتبقى إكس أصغر من أو يساوي 8. طب لو كانت كده مثلا إكس في الحالة دي بقى وشها الناحية دي ناحية الشمال أكبر من أو يساوي 8. ده عشان نقرأ الإيه؟ المتباين. طيب تعالوا كده نشوف مجموعة تمارين على المتباينات. عندي هنا أول تمرين بيقول لي إيه؟ عايزني أعبر عن المواقف دي باستخدام متباينات. بيقول لي هنا يشترط أن تقل كتلة حقيبة السفر عن 18 كيلو جرام. يعني لازم الكتلة اللي تخص حقيبة السفر تكون أقل من 18 كيلو جرام. طيب تعالوا نشوف هنكتبها إزاي. هنفترض إن حقيبة السفر هنرمز لها بالرمز وليكن M. طيب أنا عايز أقول إيه؟ أقل من، أو أصغر من، هتبقى بالمنظر ده. كام زي ما هو قايل لي في التمرين؟ 18، هتبقى هنا 18. طيب نكمل بقية المواقف اللي مطلوبة في الكتاب. بيقول الموقف التاني يشترط أن يكون عمر الطفل 4 سنوات على الأقل. كلمة على الأقل دي لها معنى، يعني معنى كده إن لو كان جايب 4 سنوات في الحالة دي هيقبل عمر الطفل، يعني 4 سنوات. بس هو بيقول لي 4 على الأقل، يعني معنى كده أنا هقبل 4 واللي أكتر من 4 سنوات. يعني أنا لو هرمز لعمر الطفل بالرمز وليكن اس. تمام. طيب أنا عايز أقول إن الاس دي اللي هي عمر الطفل ينفع تساوي 4 سنوات أو أكتر من كده. يبقى في الحالة دي هقول له اس إيه؟ أصغر من، عفوا معذرة، اس هتبقى أكبر من أو يساوي، لأن أنا هقبل الأربعة واللي أكبر من الأربعة. يبقى ده الرمز اللي هيعبر عنه. طيب عدد إذا طرح من 4 أمثاله 5. يعني في عدد عندنا هنطرح من 4 أمثال. طيب أنا ممكن أفترض إن العدد دوت وليكن مثلا حرف الآر. طيب 4 أمثاله يعني 4 آر. عدد إذا طرح من 4 أمثاله، يعني ال4 آر دي طرحنا منها كام؟ 5 ناقص 5. كان الناتج أقل من 12. يعني العدد ده بعد ما أجيب واضربه في واضربه في 4 أمثال، بعد كده أطرح منه ال5. تمام؟ هيبقى الناتج أقل من 12. يعني ده كله هيبقى أصغر من 12، يعني هحط علامة أصغر من 12. نقول الموقف تاني. العدد اللي هو الآر إذا طرح من 4 أمثاله، 4 أمثال الآر يعني 4 آر. الطرح 4 أمثال كام؟ أهو ناقص 5.
بعد ما اعمل العمليه دي كلها هيكون الناتج ده ماله اصغر من اللي طيب نشوف اللي بعد كده. بيقول لي عدد اذا اضيف الى ضعفه. انا افترض العدد بام مثلا. العدد ده اذا اضيف الى ضعفه 3. واحده واحده هنجيب ضعف الام اللي هو 2 ام أضيف إلى ضعفه، يعني الضعف ده ضفنا له يعني زائد كام؟ 3. كان الناتج اللي هيطلع لي أكبر من أو يساوي، يعني بعد ما الام دي أضربها في 2 وأرجع أضيف عليها 3 كل ده هيبقى ماله أكبر من أو يساوي كام؟ 7. يبقى أنا عندي عدد إذا أضيف إلى ضعف، فأنا جبت ضعف العدد الأول اللي هو 2 ام، ضفت لضعفه ده كام؟ 3. كان الناتج أكبر من أو يساوي كام؟ 7. طيب نشوف مجموعة من التمارين على خواص التجاوب. الأول قبل ما نبدأ في التمرين أنا عندي لو ال A أكبر من ال B، عندي خاصية هنا ال A أكبر من ال B، لو أنا بإضافة S، لو أنا ضفت S للطرف ده وللطرف ده المتباينة زي ما هي ما حصلش فيها تغيير، يعني A زائد S برضه هتفضل أكبر من ال B زائد ال S، لأن اللي ضفته هنا ضفته هنا. طب لو طرحت مثلا، هي عندي المتباينة أهي A أكبر من ال B بطرح R مثلا، طالما اللي هطرحه هنا يبقى أنا ما غيرتش في المتباينة، بقت A ناقص ال R أكبر من ال B ناقص R، طالما اللي بتعمله هنا فكده المتباينة زي ما هي. طيب أنا عندي ال A أكبر من ال B، تمام؟ طيب لو جيت قلت له مثلا الضرب في وليكن 5، طالما ان انا جبت رقم اكبر من الصفر انا ما عنديش مشاكل. طب لو اصغر دي لسه هنقول، يعني ضربت الطرفين هنا بقت 5A برضه هتفضل اكبر من 5B، برضه هتفضل اكبر، تمام؟ طالما ان الرقم اكبر من الصفر. طب لو الرقم اصغر من الصفر ايه اللي هيحصل؟ لو انا عندي A اكبر من البي وجيت قلت له بالضرب في -1، هنا الموضوع اختلف. طالما ان انت ضربت في قيمة سالبة اتجاه المتباينة هيتغير. ازاي؟ يعني دي هتبقى -A، عارفين دي اكبر، هغيرها كده تبقى اصغر من -B. يبقى انا عندي اتجاه المتباينة بيتغير في حالة واحدة، لو انا هضرب في رقم سالب. لو هضرب في رقم سالب طبعا المتباينة بضرب الطرفين، او لو هضيف بضيف للطرفين، او لو هطرح من الطرفين. ده كده كبداية قبل ما نبدأ الحل على تمارين المتباينة. طيب تعالوا نشوف أول تمرين عندنا. بيقول لي أوجد مجموعة حل المتباينة. طيب تعالوا ننقل المتباينة أول. 3x ناقص 5 أصغر من 1. الطالب مرة مجموعة تعويض مرة زد ومرة كيو. طيب أول حاجة أنا عايز أتخلص الأول من الرقم اللي مجموع أو مطروح على الإكس، ده اللي بروح أتخلص منه الأول. طب ديت ناقص 5، الإشارة دي طبعا بتاعة الخمسة. ناقص 5 عايز أخلص من ناقص 5 هضيف إيه؟ موجب 5، يبقى أنا هقول له بإضافة 5 للطرفين، لازم أضيفهم للطرفين عشان أحافظ على المتباين. يبقى هنا بقت 3x ناقص 5 زائد 5 أصغر من 1 زائد 5، طبعا أنا ضفته للطرفين. بعد كده هتبقى طبعا دي
هنختصرها مع دي، اتبقى لي هنا 3x أصغر من 6. هنا بقى أنا عايز أتخلص من 3، أقول له بالقسمة على 3. هقسم ده على 3 وده على 3. بقى عندي x أصغر من الستة على 3 معذرة بكام؟ ب2. يبقى أنا عندي الإكس أصغر من ال2. طيب تعالوا بقى نشوف مجموعة الحل. في إن اللي هي الأعداد الطبيعية، أقول له مجموعة الحل في إن بتساوي، أنا عندي الإكس أصغر من الاتنين بس مفيش أو يساوي، يعني الاتنين مش معانا. طب والأعداد الطبيعية إيه هي الأعداد الطبيعية اللي أصغر من الاتنين؟ الواحد والصفر. طيب تعال نشوف في زد. مجموعة الحل في زد بتساوي، إيه هي الأعداد اللي أصغر من الاتنين وتنتمي إلى الزد؟ طبعا أنا عندي الواحد والصفر، سالب واحد، سالب اتنين، إلى سالب ما لا نهاية. كمل مجموعة الحل في كيو تساوي إكس، حيث إكس تنتمي إلى كيو، وبكتب المتباينة في أبسط صورة أنا وصلت لها أصغر من إكس أصغر من 2. طيب تعالوا نشوف تمرين تاني. عندي هنا أول تمرين هو بيقول لي أوجد مجموعة الحل في زد. المتباينة إكس أصغر من أو يساوي الاتنين. خد بالك هنا الإشارة اللي هي، يبقى إحنا هنا قلنا إن الإشارة السالب بتاعت الاتنين إكس. طب أنا هتخلص الأول من الرقم المجموع أو مطروح من الاتنين إكس اللي هو الأربعة. هقول له بإضافة سالب 4، طبعا بضيف للطرفين. طيب أنا ضفت هنا سالب 4 زائد دي إشارتها موجبة 4 ناقص 2. خد بالك دي إيه؟ سالب، فأنا هضيفها هنا وهنا تبقى ناقص 4. هنا بعد ما ضفنا سالب 4 فضفنا للطرفين سالب 4 هنا وسالب 4 هنا عشان أتخلص من الأربعة. هنا سالب 4 راحت مع موجب 4. في طلبة بتغلط وتقوم كاتبة 2 إكس وتنسى الإشارة دي. لا، الإشارة دي بتاعت ال 2 إكس هنزلها زي ما هي، محصلهاش تغيير. يبقى سالب 2 إكس أصغر من أو يساوي الاتنين ناقص الأربعة. طبعا في الحالة دي إشارتهم مختلفة، يبقى هكتب الفرق بينهم بس. هعمل إيه؟ هكتب إشارة الرقم الأكبر. يبقى أصبح سالب 2 إكس أصغر من أو يساوي سالب 2. طيب في الحالة دي عايز أتخلص من سالب 2 إكس، أقول له بالقسمة على سالب 2. خد بالك أنا بقسم على سالب 2 زي لو قسمت على رقم سالب زي ما هتضرب في رقم سالب. يعني إيه؟ يعني اتجاه المتباينة هيتغير. أنا عندي دي هقسمها على سالب 2 ودي هقسمها على سالب 2. سالب على سالب بموجب، بقى عندي هنا الإكس دي أصغر من أو يساوي هتبقى أكبر من أو يساوي. ليه؟ عشان أنا قسمت على رقم سالب. زي ما اتفقنا قبل كده لو ضربت في رقم سالب برضو اتغير اتجاه المتباينة. سالب على سالب بموجب واتنين على اتنين بكام؟ بواحد. يبقى أنا عندي هنا المسألة أصبحت إكس أكبر من أو يساوي الواحد. يبقى في الحالة ده هقول له مجموعة حل تساوي. يبقى أنا عندي هنا مجموعة الحل موجب ما لا نهاية.
طيب تعالوا نشوف المتباينة التانية بتقول ايه. بيقول لي هنا 3 افتح قوس 5 اكس ناقص 6 أصغر من 12. تعالوا نشوف هنحل المتباينة دي ازاي. أول حاجة التلاتة دي مضروبة في القوس. طيب أتخلص منها ازاي؟ هقسم على التلاتة طالما إنها مضروبة في القوس، يبقى أقول له بالقسمة على 3. يبقى هقسم الطرف ده كله على 3 والطرف اللي قصاده على 3. يبقى في الحالة دي راحت مع دي، بقى عندي 5 اكس ناقص 6 أصغر من 12 على 3 بكام؟ ب4. هنا في رقم مطروح من ال5 اكس، ده بتخلص منه الأول. أقول له بإضافة ده -6، أضيف المعكوس الجامعي بتاعه اللي هو كام؟ 6، اللي هو أنا بغير الإشارة يعني من الآخر. بقت 5 اكس ناقص 6 زائد 6 أصغر من 4 زائد 6. بقى عندي طبعا دي هتروح مع ديت، بقى هنا 5 اكس أصغر من 4 و6 كام؟ 10. طيب هنا بقى أنا عايز أتخلص من الرقم اللي مضروب في اكس. طبعا اللي مضروب ده بتخلص منه بالإيه؟ بالقسمة. أقول له بالقسمة على 5. يبقى دي على 5، دي على كام؟ 5. بيقول لي هنا المتباينة 5 اكس زائد 1 أصغر من أو يساوي 2 افتح قوس اكس زائد 2 اقفل القوس. طيب هنا الموضوع فيه اختلاف شوية، الناحية دي فيه اكس والناحية دي فيه اكس. طيب أول حاجة احنا هنفك القوس ده كبداية. يبقى أنا هقول له هنا 5 اكس زائد 1 أصغر من أو يساوي، هتضرب الاتنين في الاكس ب2 اكس. في طلبة كتير بتغلط في الجزئية دي ويضرب في الأول ده وينسى التاني وتطلع مع المسألة غلط. لا، طالما الاتنين وبعدها القوس كده يبقى الاتنين تتضرب في كل اللي جوه القوس. يبقى ضربناها في الاكس ادتنا 2 اكس، هنضربها في الاتنين تدينا 4. هنا انا عندي 5 اكس وهنا عندي 2 اكس، لازم اتخلص من واحدة منهم الأول. يا إما أتخلص من الاتنين اكس بإضافة -2 اكس، يا إما أتخلص من ال5 اكس بإضافة -5 اكس، والاتنين صح. سواء مشيت بإن أنا أتخلص من دي أو أتخلص من دي صح، بس يفضل إن أنا أتخلص من الاتنين اكس عشان ما يبقاش عندي إشارة سالبة تلخبطني. يبقى أنا هقول له بإضافة -5 اكس. يبقى أنا عندي هنا بقى 5 اكس ناقص 5 اكس زائد 1 ضفناها للطرف ده أصغر من أو يساوي 2 اكس ناقص 5 اكس زائد 4. طيب بقى نكمل. طبعا ديت راحت مع دي، بقى عندي هنا 1 أصغر من أو يساوي 2 اكس ناقص 5 اكس هتدينا كام؟ طبعا الفرق بينهم وحط إشارة الرقم الأكبر ناقص 3 اكس زائد 4. هنا بقى هتخلص من الأربعة دي، أقول له بإضافة -4. يبقى عندي 1 ناقص 4 أصغر من، طبعا -4 هضيفها للطرفين، أصغر من -3 اكس زائد 4 -4. 1 ناقص 4 يدينا -3 أصغر من أو يساوي -3 اكس. طبعا الاتنين دول راحوا مع بعض. عايز أتخلص من -3، أقول له بالقسمة على -3. يبقى دي هنقسمها على -3 ودي هنقسمها على -3. خد بالك طالما إن أنا قسمت على رقم سالب يبقى اتجاه المتباينة هيتغير. سالب على سالب بموجب 1. احنا عارفين إن دي أصغر من أو يساوي، هتبقى أكبر من أو يساوي إكس. يبقى أنا عندي الواحد هنا أكبر من أو يساوي الإكس. أنا اتعمدت إن أنا أتخلص من ال5 إكس عشان نفتكر المعلومة دي. طبعا الطالب لو اتخلص من 2 إكس، وده المفضل إن هو يتخلص من 2 إكس،
عشان الإشارة ما تلخبطوش. لكن أنا قاصد أعمل دي عشان نفتكر المعلومة بتاعت لو ضربت في رقم سالب أو قسمت على رقم سالب اتجاه المتباينة بيتغير. طيب يبقى أنا عندي هنا الواحد أكبر من أو يساوي الإكس، يعني معنى كده الإكس بتساوي كل القيم اللي أصغر من الواحد وبرضه بتساوي الواحد لأن في أو يساوي، وهو عايز مجموعة الحل في زد. يبقى في الحالة دي هقول له مجموعة الحل في زد بتساوي الواحد معانا. طب الواحد أكبر من الإكس، يعني معنى كده الإكس بتساوي كل الحاجات اللي أصغر من الواحد، وصفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة إلى سالب ما لا نهاية. تعال نشوف التمرين اللي عليه الدور. بيقول لي أوجد مجموعة حل المتباينات 3 على 2 إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي سالب 2 على 3. طيب واحدة واحدة. أولا أنا عايز أتخلص في البداية كده من الرقم 2 ده ومن الرقم 3 دوت، عشان لو جيت أتخلص من الواحد الأول وأضيف موجب واحد هخش في مشكلة مع الكسر، فأنا عايز أتخلص من الكسر ده في البداية. طيب أنا هضرب في رقم، أنا عايز أضرب في رقم لما يبقى المقام 2 أعرف أختصره معاه، ولما يبقى المقام 3 أعرف أختصره معاه. إيه هو الرقم؟ هقول له بالضرب في 6. خد بالك أنت هتضرب دي في 6 ودي في 6 ودي في 6. يبقى أنا عندي هنا 6 في 3 على 2 إكس ناقص واحد في 6 أصغر من أو يساوي سالب 2 على 3 في 6. يبقى أنا ضربت كل المتباينة في إيه؟ في 6. 2 على 2 فيها الواحد، 6 على 2 فيها التلاتة. هرجع أضرب التلاتة في التلاتة بكام؟ بقت 9 إكس ناقص 6 أصغر من أو يساوي 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاتنين، 2 في 2 بسالب 4. كده خلصت من الكسر، بقت متباينة عادية زي اللي احنا بنحلها من أول الحلقة. طيب هتخلص بقى من سالب 6 ديت، هقول له بإضافة 6 للطرفين، بقت 9 إكس ناقص 6 زائد 6 أصغر من أو يساوي سالب 4 زائد 6. طبعا دي راحت مع دي، يبقى لي هنا 9 إكس أصغر من أو يساوي سالب 4 زائد 6. طبعا الإشارات اختلفت، يبقى أنا هحط الفرق بينهم اللي هو 2 بإشارة الأكبر اللي هو إيه؟ الموجب. عايز أتخلص من التسعة، أقول له بالقسمة على 9. يبقى هقسم الطرف ده على 9 والطرف ده على 9. أصبحت في الحس. يبقى احنا بعد ما قسمنا المتباينة على 9 بقت المتباينة بالمنظر. طبعا اختصرنا هنا 9 مع 9، بقى لي الإكس أكبر من أو يساوي 2 على 9. طبعا الاتنين على التسعة دي احنا عارفين إنها بين الصفر والواحد. طيب تعالوا نشوف هنا. بيقول لي هو عايز في ال Q، إذا كانت مجموعة تعويض في ال Q يبقى في الحالة ده أقول له مجموعة الحل في Q بتساوي X، حيث X تنتمي إلى Q، وبكتب المتباينة في أبسط صورة أنا وصلت لها، X أكبر من أو يساوي 9. طيب المجموعة التانية بيقول لي في Z. ماشي، مجموعة الحل في Z بتساوي الإكس أكبر من أو يساوي الاتنين على 9، وإحنا اتفقنا إن الاتنين على 9 بين الصفر والواحد، يعني أول رقم صحيح هيقابلني بعدها هو كام؟ الواحد. والإكس أكبر من أو يساوي يعني 1 2 3 إلى موجب ما لا نهاية. طيب تعالوا نشوف التمرين اللي بعد كده. هنا بيقول لي يريد أحمد وأصدقائه الثلاثة شراء 4 وجبات من نفس النوع. هيجيبوا 4 وجبات من مطعم من نفس النوع بحيث لا تتعدى قيمة الفاتورة 700. يعني قيمة الفاتورة أقصى حاجة 700 جنيه.
لو أكتر لا مش هينفع. مع العلم إن تكلفة خدمة التوصيل 20 جنيه. اكتب متباينة تعبر عن ثمن الوجبة الواحدة وحل المتباينة لإيجاد أعلى سعر الوجبة الواحدة. طيب احنا دلوقتي هنفرض إن المتباينة هنرمز لها الوجبة، ثمن الوجبة ام. طيب هم هيشتروا كام وجبة؟ هم هيشتروا 4 وجبات، يعني 4 وجبات هيكون 4 ام. توصيلهم كلهم الوجبات كلها توصل مرة واحدة، توصيلهم يتكلف كام؟ 20. يعني هنضيف على تمن الأربع وجبات 20، يعني بقى 4 ام زائد 20. طيب هم حاطين شرط ايه بقى؟ بحيث ان هي قيمة الوجبات ديت او الفاتورة بالتوصيل ما تتعداش 700 جنيه. يعني معنى كده ان انا عايز اوصل لمتباينة ان الاربعة ام دي لما اضيف عليها كمان 20 جنيه يبقى اخرهم كام؟ 700 جنيه. يبقى في الحالة ده هقول له اصغر من او يساوي 700 جنيه. دي المتباينة اللي احنا وصلنا لها. هنجيب 4 وجبات وهيدفع عليهم مصاريف توصيل 20، بس في الحالة دي يكون كل ده أصغر من أو يساوي 700 جنيه. طيب تعالوا بقى نحل المتباين زي ما احنا اتعودنا. هتخلص من الرقم ده الأول، هقول له بإضافة، ده موجب 20 يبقى بإضافة سالب 20. يبقى المتباينة بقت بالمنظر ده 4 ام زائد 20 ناقص 20 أصغر من أو يساوي 700 ناقص 20. هنا بقت 4 ام أصغر من أو يساوي 700 ناقص 20 هتبقى كام؟ 680. طيب عايز أتخلص من الأربعة، هقول له بالقسمة على 4. يبقى في الحالة دي هنا على 4 هنا على 4. يبقى الام هتبقى أصغر من أو يساوي، ادي هنا 1 22 7 وهنا الصفر. يبقى في الحالة دي الام هتكون أصغر من أو يساوي 170 جنيه. يعني أعلى سعر ممكن توصل له الوجبة هو 170 جنيه. ولغاية هنا بيكون انتهى درس النهاردة، وأتمنى التوفيق لكافة الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.